الله الله، ايه يا جماعه؟ وبعدين جاي تقول لي احنا راكنين على اليمين؟ ده احنا لا راكنين على اليمين ولا على الشمال يا راجل. لا 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 معلش. احنا خلاص البلد اتهانت، واحنا ما بقالناش كرامه، ومصر هانت علينا كلنا. لا كلنا لا معلش والله كلنا. لا 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 آسف. الواحد بيحزن لا على اللي لا بنشوفه لا. انا مش امبارح. انا دايما بقول احنا، بس في دي مش هحط نفسي مع الباقي. يا انا عن استاذ نفسي خالد، معلش أنا معلش امبارح معلش لان انا عارف بعمل ايه حفظا لقيمه هذا البلد وعشقها جوه الواحد وغيره. انا مش مع القاعده دي، انا بره. يعني انا خليني بس اسمح لي المره دي ان استخدم هذا الحق واقول انا مش مع الموضوع ده. انا بره القصه دي. انا مصر ما هنتش عليا ولن تهون. طب ولن هنعمل ايه يا تهون أستاذ؟ ولن تهون. اموت قبل ما مصر تهون عليا. انا البلد دي انا طيب. مريض بعشقها بس ما بتكلمش. بس انا طيب. مريض بعشق مصر. فانا يا مش مع أستاذ الموضوع ده. خالد، احنا مش كلنا يا كابتن عزمي. يعني مصر احنا ما هنتش نفضل يا عليا. استاذ خالد مم. نطلع في التلفزيونات ونقول يا حبيبتي يا مصر، ويطلعوا في التلفزيونات يقعدوا الغربان دول، الغربان النوحي دول يقرفونا طول النهار، وكأن مصر اتقلبت كلها ثوريين، وكلهم متحولون، وكلهم الزمن اصحاب هيفرز. مصالح واصحاب اصبر نيله، شويه وهم بس. سبب الانفلات وسبب القرف اللي احنا فيه ده. اصبر شويه وبعدين الزمن مصر هيفرز. الزمن هيفرز وهتبدا الزمن مرحله هتكون الغربله. الدنيا فرطت يا استاذ خالد، المساله هتفرط يا استاذ خالد. لا لا مش هتفرط. البلد دي ربنا وعدنا انه حاميها دايما. يا رب يا رب يا البلد رب، دي ربنا وارحمنا يا وعدنا رب. انه حاميها دايما. يا رب. فمهما نحاول اللي متصور ان البلد دي ممكن تتهز او غيره يحلم بحاجه تانية. الناس المحترمين مستخبيين يا استاذ خالد. ما احنا قلت لك راكنين على اليمين، ما وافقتنيش. مستخبيين. لا مش مستخبيين. مستخبيه. لا لا واللي راكنين. يقول لك اصل ده فلول، اصل ده نظام لا قديم، لا 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 أصل ده نظام لا 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 جديد. راكنين يمين ده شويه. قصه. بس انت هتخص، انت كأننا خرجتني بقينا بره الأحزاب الموضوع. والفيلة ها الجميلة. انت خرجتني بره الموضوع دلوقتي. ها بابا ايه يا استاذ وهتسلم خالد؟ عليا هتخش في وتقفل. مواضيع ايه يا استاذ خالد بالهم اللي احنا فيه ده؟ لا معلش معلش. هو في حاجه خليك معايا، في حاجه ماشيه؟ بس في حاجه برضو ماشيه؟ خلينا في حد بياخد قرار؟ نحترم الجزء اللي احنا بنعمله. في حد بياخد قرار؟ طب ما انا غير بسأل عليه. لغيتوا المؤتمر ليه النهارده؟ المؤتمر فيه اكثر من راي. انا زي ما قلت قبل كده وقلت معاك يا استاذ خالد ان موضوع احاله القضيه ده مهم جدا. نعم. وبعدين في قرار الاحاله هيبقى في توضيح لدور النادي المصري. هل النادي المصري حط تحديد خطين، مدان بنسبه 10% ولا 100% ولا 5% ولا 50%؟ افرض دلوقتي ان قرار الاحاله بره النادي المصري، رد عليا. اللوائح وصدر قرار ضد النادي المصري، قرار مجحف ضد النادي المصري. اللوائح بتقول كلام تاني. اللوائح بتقول ايه؟ قول لي. في لائحه فيها ان الناس اتقتلت 75؟ لا 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 لا، مسؤوليه المنظم معروفه. دي مسؤوليه الموظف، دي بتاخد فيها ايه يا استاذ خالد؟ نعم. دي بتاخد فيها عقوبه غرامه. عشان اللائحه مش واخده. غرامه، عشان اللائحه ما حطتش. واخد بالك؟ اللائحه بتقول كده، غرامه بدون جمهور، نقل ماتشين. انا يعني افهم من اللائحه كلامك. واضحه، اللائحه واضحه، والحاج عامر حسين قراها وفصلها تفصيل محترم. طيب خليني امشي معاك المساله واحده واحده. اتفضل. لو النهارده ربطت قرار الرياضه او القرار الرياضي بقرار الاحاله، أيوة. طب ما تفترض النهارده ان قرار الاحاله بيوجه اتهامات، وليس كل ما يوجه من اتهامات من النائب العام في قرار الاحاله المحكمه بتاخذ به. ربما انت النهارده بتبقى موجه له اتهام وتطالب في الاحاله انه يتوقع عليه اقصى عقوبه، وممكن يكون العقوبه دي الاعدام. ما احنا مش وتاتي الى القاضي انا جاي معاك واحده واحده بعد اذنك. ويبرئ القاضي الناس اللي حالتهم النيابه للمحكمه. كويس؟ انت بناء على قرار الاحاله خدت عقوبتك وانت مستريح. بعد سنه ونص المحكمه ادت براءه. انا اعتقد ربط القرار الرياضي بالقرار الجنائي او الشق الجنائي مساله يعني هي نوع من محاوله عدم اتخاذ قرار خوفا من تبعات القرار. في قرار الاحاله اصل مش ممكن 75 واحد اتقتلوا صدفه. نعم. خليك معايا. نعم. ده حاجه مترتبه. انتوا في صعوبه عندكم في اتخاذ القرار يا كابتن عزمي؟
نعم. داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلية، هل هناك صعوبة في اتخاذ القرار بسبب الأجواء اللي احنا فيها؟ صدقني مفيش صعوبة، بس المشكلة ان احنا مش عايزين نظلم، وعايزين يطلع القرار محصن ومحترم عشان محدش دلوقتي كل وسائل الاعلام اللي يقول لك قاف المصري سنتين واللي يقول لك نزل المصري، كل الكلام ده مش مظبوط وكله اجتهادات، كله. انا بطمن الناس يعني كله اجتهادات، لكن الجرم موجود والمشكله موجوده وهيبقى فيها قرار يتناسب مما حدث. طيب انا بقول لك من النهايه السؤال ودي الثاني، التوجيهات ودي الكلام اللي عندي. السؤال الثاني، اتفضل. انتوا ربطتوا موعد المؤتمر الصحفي اللي كان مقرر له اليوم بمعلومة وصلتكم ان قرار الإحالة كان سيصدر قبل ساعات من موعد المؤتمر الصحفي؟ مظبوط. يبقى اذا انتم لديكم قرارات محطوطة في مظروف مغلق بالفعل وموجود في الاتحاد. احنا منتظرين قرار الإحالة يا استاذ خالد. كده انا هخلي بال حضرتك اي حد بيتفرج علينا يقدر يتنبأ بما هو حاصل. انتوا عندكم قرار عقوبات، لو حصل ان قرار الإحالة فيه ما يشير الى ادانة المصري هتفتحوا الظرف ده وتطلعوا العقوبة، لو ما حصلش هتكتفوا بهذه المسألة ويبقى الموضوع كده انتهى عند هذا الحد. طب السؤال الثالث، يبقى انت بيقولوا ايه في القبول علامة الرضا ولا السكوت علامة الرضا؟ السؤال الثالث الوقفة الاحتجاجية، طبعا انا لازم يبقى فيه نوع من الوضوح حتى في عايزين نعرف منكم يا جماعة، ما احنا برضو كده ما خدناش اجابات. انت تعرفني، انا اعرفك من امتى يا استاذ خالد؟ 20 سنة. ها؟ 20 سنة. ايه؟ 20. صغر نفسك، صغر نفسك. لا انت عايز يعني كام؟ هم 20 22. مفيش مشكلة. ها؟ صغر نفسك، صغر نفسك. لا من 5 سنين بس. واحنا صغيرين من 5 سنين. طب قول بدون الدخول في التفاصيل. انا امبارح والله العظيم يا استاذ خالد، وانت عارف انا يعني بقدرك قد ايه يعني، ربنا يخليك بيك جدا يعني. امبارح شفت مجموعه من الشباب المحترم قوي بالامانه يعني. نعم. وناس لها حقوق لوجيك وحاجه يعني، ناس اكل عيشها الكوره يا جماعه. وفي عقود وفي استمارات. النهارده جه جواب من الاتحاد الدولي قال لك ان العقد شريعه المتعاقدين وكل لعيب له عقد له حقوقه ولابد ان ياخذ. صحيح. تمام. انا هنا لازم اعرف الناس اللي بتشوفنا دلوقتي وبتسمعنا ان في راجل جه اسمه عماد البنان، راجل محترم وبيحس بالناس دي. الراجل ده انا عرضت عليه الموضوع، وافق على اعانه جميع الانديه من الدوري الممتاز للدرجه الرابعه باعانه عاجله للمساهمه في حقوق اللعيبه دي. قدرها؟ نعم. قدرها قد ايه؟ لا قدرها ده لسه بيعملوا الميزانيات والكلام ده بناء على الجدول اللي عندنا بالانديه وعدد اللعيبه وكده، هتعلن خلال يعني 48 ساعه. بس انت عايز رقم رهيب. الموافقه بالمساهمه في حقوق هؤلاء اللعيبه. تمام، بس انت عايز رقم رهيب. امبارح اعتقد انت كنت موجود. ما انا ماشي معاك في الكلام. انت امبارح كنت موجود اما انت سمعت جمله واحد بيقول يا جماعه احنا ممكن نديكوا 500 جنيه، ده على حسب متابعتي النهارده، وردني في الجمله لان انا تابعتها على مصادر الاخبار الكثيره جدا اللي اتكلمت على الوقفه الاحتجاجيه بتاعت امبارح. فانت بتقول في 500 جنيه ممكن اقدموا معانا، قال لك 500 جنيه ايه؟ دول ما يحصلوش ثمن البامبرز. لا ده الكلام ده بيقولوا بالنسبه للعيبه. ما هو اللعيبه. لا انا هقول لك الواقع، ما هو برضه محمد ابو العينين بالمناسبه هو اللي كاتبها النهارده في المسائي، انا قريت جورنال المسائي النهارده، محمد ابو العينين في المسائي. انا هقول لحضرتك اللي حصل بالظبط. نعم. ويمكن يا ريت الاستاذ محمد يكون سامعنا. واحنا قاعدين كان في شاب بيسال يا كابتن انا عندي لاعب بلعب باستماره ما عنديش عقد. احنا بنكتب ملونا قالوا لي وان اللعيبه اللي بالاستمارات يتسلموا شهريا بما يعادل 500 جنيه. فرد واحد من اللي واقفين قال والله العظيم يا جماعه ما يكفوا البامبر. قلت له معاك حق، بس شوف البساطه ان اللي باستماره ده يقول لك طب 500 جنيه في الشهر. ما هي برضه ناس بترضى بقليلها يا كابتن. ما هو برضه ال 500
يعني هو في ناس بتقبض لحد دلوقتي 500 جنيه بس مش عايزين يعني نصعب عليهم والله الحياه. والله امبارح شفت شباب بيقولوا لي هذا الكلام، بياخد 500 و600 و1000. طب ما هو برضه خليني اقول لك، وانا قلت لهم كلمه امبارح، قلت لهم انا معاكم، انا معاكم في اخر المطاف. طيب معاكم. يبقى اذا القرار لما الناس قعدت اخذت قرار نسيت المهمشين دول، ناسيه 3 درجات القسم الثاني لا والثالث محدش نسي يا استاذ خالد، نعم. محدش نسي. امال ايه؟ المساله وانا فهمتهم الكلام ده، المساله احنا عايزين العجله تمشي والنشاط يرجع. النشاط هيرجع في درجه، هيرجع في الباقي، مفيش مشكله. طيب ما عندناش مشكله. يعني اللعيبه امبارح عرضوا حاجه يا استاذ خالد، اتفضل. حاجه تشرف. قالوا لي يا كابتن عزمي احنا مستعدين نأمن ماتشاتنا في كده. والله زي ما بقول لك. قالوا ده لو كل نادي من انديه الدرجه الثانيه ولا الثالثه ب5 6 رجاله هيقفوا يخلوا الناس تقعد. وهي بتبقى في بلادهم، يعني كل واحد في بلده عارف بيقول ايه. ما انا بقول لحضرتك اهو. انا ناشدت امبارح الدكتور عماد البناني واتحاد الكوره ان لابد من مسانده الناس دي بكل ما اوتينا من قوه يا ريس. لان هم دول بالمناسبه اكتر ناس هتتعب من اللي حاصل حاليا. فعلا فعلا فعلا. وده اللي ياكد لنا يا جماعه انه برضو لازم نبقى واخدين بالنا، واللي الناس اللي بيسمعونا الرساله دي يا كابتن عزمي، الناس اللي بيسمعونا، انه عشان الناس تعرف ان الكوره بقت فاتحه بيوت بجد دلوقتي، ان في ناس بقت شغلتها او يمكن المصدر الوحيد اللي بقى طوع ايده ويجيب منه فلوس هي الكوره. ما تزايدوش على حد، ولا مش عارف مين اللي يقول ايه ما فيش لعب كوره الا كذا. طب اللي بيقولوا ما فيش لعب كوره، طب ما راضيين بافريقيا ليه؟ وبتلعبوا كاس افريقيا ليه؟ لا راضيين بماتشات افريقيا ليه؟ اللي مش عايز نشاط يا ياخده كله يا يسيبه كله. وهستعين بالمثل الانجليزي take it all or leave it all. اللي مش عايز نشاط، اللي مش عايزين نشاط وبيفرضوه على مصر بصيغه تهديديه، سايبين افريقيا ليه تتلعب يا شباب؟ اشمعنى ماتشات افريقيا؟ ولا ده مش نشاط؟ انا عايز حد يجاوبني على السؤال ده عشان نبقى متسقين مع نفسنا، ونقبل الناس لما تبقى عندها راي ومصره عليه يبقى راي يخش العقل. ربنا يسترها يا استاذ خالد، والله ربنا يسترها. الدوره التنشيطيه اخبارها ايه برضه؟ الدوره التنشيطيه لسه تحت الدراسه وتحت الاتصالات ومستنيين احاله القضيه برضه. قضيه؟ ايه؟ لا يعني هو اما تحدد ميعاد قرعه يوم 21 يا سيدي وبدايه يوم 29، كلها مواعيد قابله للتغيير، لان مفيش نشاط هينزل في مصر ولا يبدا في مصر الا بعد احاله القضيه يا استاذ خالد. انا بكلمك من الاخر بقى. طب ليه حددتوا تواريخ بقى؟ لا دي تواريخ مبدئيه يا ريس. هو يعني مش عارف اقولها لك ازاي. ايه؟ يعني بحضر لك جمله بس عايز اصيغها لك صياغه كويسه يعني. لا قول زي ما انت عايز، قول اللي يريحك. يعني انتوا يعني الناس اما وقفت وعملت تجمع، هل التجمع ده رساله وصلتكم فقررتوا ان كنتوا تتراجعوا عن انكم تطلقوا الدوره يوم 29؟ خالص يا استاذ خالد، نتراجع ليه؟ امال انا فهمتهم امبارح الكلام ده برضه. قلت لمين؟ قلت للشباب الكلام ده. اتراجع من ايه؟ ما هو القضيه هتحال خلال ايام يا استاذ خالد. انت كان عندك ميعاد بالمناسبه برضه. انت لما كنت بتتكلم كنت عارف ان في ميعاد للاحاله ويبدو ان هو اتاخر شويه. طب الميعاد الجاي امتى؟ والله خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله على اقصى تقدير باذن الله. احنا عايزين الناس ترتاح يا استاذ خالد، احنا مش هنخش في حوار الناس تبقى يعني كفايه الغضب اللي موجود من وراء القضيه دي. احنا بنحس بالناس برضه، مش عايزين نثير غضب الناس اكتر ما هو مثاره. اكيد. كابتن عزمي مجاهد مدير مركز اعلامي باتحاد الكره، بشكرك شكرا جزيلا، وعلى سعه صدرك اشكرك اكتر. خلينا نروح نشوف لقطات من الوقفه او التجمع اللي كان موجود من لعيبه الدرجات الادنى القسم الثاني والثالث والرابع في اتحاد الكره عشان يعرفوا راسهم من رجليهم.